من لاعب صاعد بقوة مع باريس سان جيرمان ثم تألقها المتواصل مع سان تيتيان إلى تجربتها الفاشلة في إنجلترا، ولاعب يحاول حاليا إعادة نفسه للواجهة مجددا بعد انتقاله لألمانيا. شكون هو عادل عشيش المنتظر باش يكون في قائمة المنتخب الوطني النهائية لتابوس مارس، وكيفاش كانت بدايته؟ السلام عليكم وصحة فطوركم. عادل عشيش من مواليد 2002 بفرنسا. بدايته ومرحلة تكوينه بدات في سن الثانية عشر مع نادي باريس سان جيرمان، ويندرج معهم في كاع الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول. وبعد ما وصل للفريق الأول لعب أول مباراة رسمية ضد مادز في 2019 بالدوري الفرنسي، ولما لعب هذه المباراة أصبح رسميا أصغر لاعب حينها في تاريخ باريس سان جيرمان يلعب مباراة رسمية بعمر 17 سنة و46 يوم. عشيش في ذاك الوقت كان حاب يلعب أكثر وما يكونش على الدكة نتاع بي اس جي، فقرر الخروج من الفريق، ولكن الإدارة تاع بي اس جي كانت تحوس تجدد له العقد، ولكن اللاعب رفض. وبتاريخ 2020 انتقل لنادي سان تيتيان مجانا لمدة 3 سنوات، ولكن قعد معهم سنتين فقط باش في 2022 يخرج وينتقل لنادي لوريان بعد هبوط فريقه للدرجة الثانية. بصح مع لوريان تجربته كانت نوعا ما فاشلة، لأنه في هذيك الفترة لعب معهم 13 مباراة فقط، وبعدها بسنة خرج وانتقل لنادي ساندرلاند، رغم أن مع لوريان وقع معهم على 4 مواسم. مع ساندرلاند في الشامبيونشيب لعب معهم 38 مباراة، ثم بعدها قاعد يلعب إعارة من نادي الأخ مثل نادي برونموث وأبردين. في الأخير وين أعلن رسميا هذا الموسم على انتقاله لنادي شالكا بألمانيا، ومع شالكا في آخر مباريات راه قاعد يقدم في مستوى مليح بدرجة الثانية الألمانية. أما من جهة المنتخب الوطني فاللاعب نفسه أعلن أنه اختار المنتخب الوطني في 2024، وكان من اللاعبين اللي مفروض يكون حاضر معنا آنذاك، خصوصا بعد قدوم بيتكوفيتش. واليوم راح كاين أخبار تقول باللي اللاعب راح يكون حاضر في القائمة النهائية، وين راح نلعبوا ضد غواتيمالا وأوروغواي.